المهدي عند الشيعة، المهدي المنتظر، اسمعوا هذه: في اليوم السابع من ولادته قرأ صحف إبراهيم وصحف نوح وإدريس وصالح وهود وداود وموسى وعيسى والقرآن في اليوم السابع. حسر على عيالنا، ما يبدأ يتكلم إلا قريب سنة، عيني عليه باردة. مشى وعمره 40 يوما. أنا حفيدي ما مشى إلا عقب ما عدى سنة. المهدي عند أهل السنة محمد بن عبد الله بس، ما عنده أسماء ثانية. هذا عنده 182 اسم. أسماؤه المهدي: محمد، القائم، الغائب، الصاحب، الحجة، الخائف، الخلف، أبو صالح، الناحية المقدسة، الشريد، صاحب الكرة البيضاء، الغوث. في عنده أسماء غريبة شوية. اسمعوا اسماء. أقيدمو، إيزج شناس، إيستادا، برويز، بندا يزادن، خجستة، فيروز، خدا شناز، سروش إزد. قمت أحكي إيراني أنا. شماطيل، اسمه شماطيل. تدرون من أسمائه ماذا؟ خسرو مجوس، إله المجوس. يا معاشر الشيعة، أين يذهب بكم؟ أين عقولكم؟ المهدي اسمه إله المجوس. المهدي كذلك لا يحل ذكر اسمه، ومن سماه باسمه فهو ملعون. وأهل السنة لا، اسمه محمد بن عبد الله، ونقول اسمه ليل نهار، ما عندنا مشكلة. في زمن المهدي عندما يخرج المهدي، الذي في المشرق من أتباعه يشوف الذي في المغرب. الله أكبر، أي مكبر، أي تلسكوب هذا. اسمعوا هذه: المهدي عند الشيعة ليس له ظل. ما أدري هو فوق الشمس ولا شلون، ما أدري. يبون يعظمون الآن. المهدي المنتظر عند الشيعة ينصر بالرعب مسيرة شهر. كيف يختص بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، مستحيل. عند الشيعة عيسى عليه السلام وزير عند المهدي. شوف طعن في الأنبياء ليغلو في المهدي، بينما عندنا هو متبع لعيسى صلوات ربي وسلامه عليه. إذا نظروا في أكفهم علموا حكم المسألة. ما شاء الله. يعني يأتي أبو عمر الآن السلفي يسألني سؤالا وأنا من أتباع المهدي، قال: مات شخص عن زوجة وأم وأب و3 أبناء، كيف نوزع الميراث؟ طالع عيده؟ إيه، الزوجة لها الثمن، الأم والأب كل واحد له السدس، 3 أبناء لهم الباقي، مع السلامة. مسألة: صلى الرجل ونسي أن يتوضأ، طالع كفة. إيه هذه المسألة؟ شنو طالع كفة؟ انترنت كفة. المهدي عند الشيعة من أطاعه أطاع الله، ومن عصى المهدي عصى الله. اللي يطيع المهدي، واللي يعصي المهدي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى فقد عصى الله. هذا الرسول فقط. المهدي عند الشيعة يخير الموتى، يأتي للموتى عند القبور: ها، بتبقى بقبرك أو تبي تطلع معي تتابعني؟ يختار. أتباع المهدي عند الشيعة الاثني عشرية يسيرون في السحاب نهارا. الله أكبر. مهدي الشيعة يأتي بقضاء جديد على العرب شديد. يخسروا مجوس بعد، ايش تبون؟ يبني مسجدا له 1000 باب. 1000. فما في طوف، هذا كله بيبان. خذوا هذه، خسروا مجوس. العجم في زمن المهدي يعلمون الناس القرآن. المهدي عند الشيعة الاثني عشرية تجتمع إليه أموال الدنيا كلها. تدرون من هذا الذي تجتمع إليه أموال الدنيا؟ يأمر الأرض أن تخرج كنوزها. من؟ الدجال. أين يذهب بكم؟ المسيح الدجال إذا خرج يأمر الدنيا أن تخرج كنوزها، فتخرج له كنوزها. ختامها زفت. كيف يموت المهدي عند الشيعة؟ تقتله امرأة لها لحية. هذا كلام. بعد كل بنوا جبلا عظيما جدا، ثم ماذا؟ تراه منتبرا وليس فيه شيء. بعد كل هذا تقتل مرة لا ملتحية؟ شنو لحية ابو عمر؟ منين جبت امرأة لها لحية؟ انا بعرف اول شيء. وليش تقتل امرأة لها لحية؟ ليش تقصدون يعني صدق والله العظيم انا اقول اللي قاعد حاط هالروايه هذه، يعني قاعد بس يعني يرجع للشيعة حقيقه. خل اضحك عليهم، يلا ختامها زفت، خل اخربها عليهم مره واحده. ابشركم ترى تقتلهم امرأة لها اللحيه، لا يصدقون المشكله.